بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى زي ما انتوا شايفين كده جايبين مع بعض سبانخ. طبعا السبانخ لسه طالعة جديدة. هي دي بيبقى موسمها في الشتاء. دي انا بحب جدا السبانخ ام راس حمراء. دول دي البلدي بقى. ماما هي معاكوا اهي. السلام عليكم حبيبة قلبي، عاملين ايه؟ وحشتونا والله. ماما بقى ما وبنفرح بتطلعش والله كتير. بالتعليقات بتاعتكم الجميلة اللي بنشوفها والله. طبعا ما بتطلعش معاكوا كتير بقى، يعني نادرا كده ما بتخش معانا بس كسل يلا. بقى. طبعا احنا هنا معانا السبانخ ومعانا الخضرة بتاعتها. السبانخ هي غالية شوية. أول ما طلعت أنا جايبة بس الاتنين جميلة دول. كلها حديث بقى اليومين دول بقى للأطفال والكبار. أنا جايبة الكمية دي ب15 جنيه. هنا بقى كنت غسلتها وقطعتها زي ما انتوا شايفين، وقطعت معاها الشبت على الكزبرة. طبعا أنا ما عملتش السبانخ كلها، احنا شلنا منها يعني. وهنا دي بامية هعملها ويكا، قلت تغيير بقى يعني وكده. ودول فراخ بدل هحشيهم. الملوخية يعني تجري عن الملوخية. ودي فراخ هنحشيها، هي فراخ بيضة على فكرة، بس احنا جايبينها أوزان صغيرة علشان هنحشيها. هنا برضو جبناهم غسلناهم ونقعناهم في مية وملح وليمون وصفيناها. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. طبعا هنا جبنا بصلاية، حطينا عليها قطعة سمنة، وهنبدأ بقى ان احنا نقلبها بقى على النار علشان نعمل السبانخ. طبعا السبانخ احنا مش بنحمر البصلة بتاعتها قوي عشان ما تبقاش حامية يعني ولا تبقى تقيلة. يعني احنا مصفرة بس كده. بندبل بس البصلاية بس كده وخلاص يعني. طبعا هنا مش هحط لها توم، احنا بنعمل طشة التوم في الاخر. لو انت حابه تحطي توم فيها وما تطشيش براحتك، يعني دي حاجه ترجع لك، بس احنا يعني بنعمل بصله بس، وفي الاخر بنعمل طشه التوم. بتبقى راحة بقى تبع البني آدم يعني اه حسب ما يتعود. هنا بقى هنقلب كده البصلايه كده لحد ما تدبل وتاخد لون اصفر. وبعد كده بقى هنعمل بقى ايه معايا هنا الفلفل وشوربه الدجاج والملح والثوم البودر والبصل البودر. هنزل بقى بيهم على البصله، وابدا ان انا اقلبهم كده تقلبتين بحيث ان هي تدي ريحه حلوه يعني. طبعا لما بتشوحي البهارات او التوابل في قلب البصل بتدي ريحة حلوة ونكهة حلوة. هنا بقى مش هسيبها تغمق كتير، انا بس هقلبها كده تقلبتين. وبعد كده بقى هنزل بالصلصة اللي معايا. كده بقى بتبقى خلي ريحة الصلصة جميلة بقى كده وحلوة هي بتبقى فيها فعلا حاجة. كانت ريحتها فعلا حلوة جدا. الفلفل وشوربة الدجاج والثوم البودر عملوا فعلا ريحة حلوة قوي في البصل. هنا بقى انا كان عندي صلصة في الفريزر، ما كانش عندي قوطة فريش، فجبت كيس صلصة من اللي احنا كنا مخزنينها معاكم انا وماما، وهننزل بقى بيها كده. هنا بقى طبعا مش هتضيفي اي اضافات، يعتبر احنا كل حاجة حطيناها في البصل. هنسيبها بقى تتسبك. هدي بقى عليها البوتاجاز خالص بقى كده، سيبيها تتسبك على مهلها، لان الصلصة دي اصلا بتبقى نص متسبكة يعني. وكل ما تهدي البوتاجاز عليها بتديك الصلصة يبقى لون جميل يعني وكده تقيلة. اهي بصي هنا بقى كانت خلاص يا دوبك هي فكت بس كده وخدت كده القوام ده. عشان هي متصلصة كمان. ما هي عشان كمان متسبكة اصلا في الصلصة، فما خدتش وقت كتير. هنا بقى هنعمل الرز اللي هنحشي بيه الفراخ. طبعا احنا هنحشي الفراخ بالرز، بس في الاول هتبل الفراخ الاول. جبت بصلايه خرطتها قطع صغيره وحطيت عليها حبه ملح وفلفل وبهارات. حبه عصوري ليمون تمام، بس انا كنت عصره ليمون كتير على الفراخ، فمش هحط يعني ليمون في البصل. هقلبها بقى كده تقليبه عاديه، وهبدا ان انا ايه احشي قلب الفرخه بالبصل كده لحد ما اعمل تبليها الرز. شوية اه. يعني مش تتبيل كامل يعني. لا هنا بقى هناخد بقى الايه البصل، وهنحشي بقى بيها قلب الفراخ من جوه ونسيبها بقى شويه. وفي الاخر طبعا قبل ما تحشي عايزه تشيلي التتبيله دي كلها من قلبها تمام يعني. في اللي بيشطفها بقى عشان الدم اللي اه بينزل منها بقى وكده. يعني احنا هنا حطينا البصله كده في قلبها، وفي الاخر احنا طبعا كنا غسلينها قبل التتبيله كويس، بس في الاخر بقى انا هشيل جزء من البصل ده عشان ما يبقاش يعني في الرز كتير. هاجي في الاخر هنزل البصل ده كله بعد ما هي تكون يعني اتشربت منها، وهبدأ بقى ان احنا نحشي نحشي الفراخ. هنا بقى طبعا هنحط بصل تحت الجلد بتاع الفراخ كده بين الوراك كده بتاعتها عشان تكون متبلة. وهبدأ بقى ان انا ايه اعمل الرز. جبت هنا بصلاية صغيرة، مش صغيرة قوي، وسط يعني. وحطيت بقى هنا معلقة سمنة، وهخليها برضو تاخد لون اصفر كده يعني تصفر او تدبل.
وهنزل بقى بالكبد والقوانص الاول. دول طبعا الكبدتين والقناصتين بتوع الفراخ، هشوحهم هنا وهحطهم في قلب الرز وهحشي بيها الفراخ. هي بتاخدش سوا عامة علشان هي صغيرة. اصلا فراخ صغيره، انا مش جايباها كبيره. مادام هتحشي الفراخ البيضه هاتيها فراخ صغيره، ما تجيبيهاش يعني. دول الفرخه حوالي كيلو وربع. هنا بقى خرطنا قرن شطه، حتى ماما هي اللي كانت حاتفاه في الحله. وهنزل بقى وفي ناس بتحب تحط رز، في ناس تعملها اه بفريك، بفريك، حسب بالظبط. ما انت عايزة يعني. احنا بصراحه بنحبها بالرز، بتبقى احلى. ف يعني ايه، يعني جربيها، يعني هتلاقيها جميله جدا يعني، وناس كتيره بيعملوها كده. هنزل بقى بحبه ملح وحبه فلفل وخلاص بقى على كده، وهسيب بقى الرز يستوي. طبعا انا مش هسيب الرز نص سوا قوي، يعني هخليه يكون داخل في السوا، لان زي ما قلت لكم الفراخ دي صغيره، ما مش تاخد بتاخدش سوا معاكي على طول. ما بتاخدش سوا كتير يعني. هنا بقى هنقلبه، وهنحط بقى كميه مناسبه من الميه، مش هنملى الحله ميه قوي. هنحط بتاع حوالي كوبايتين ميه كده، ونسيبها بقى ان هي ايه تستوي يعني مع نفسها. هنا بقى كانت سبت الصلصه هنا بقى لما اتسبكت بقى معانا خالص. وبعد كده بقى هنزل بالسبانخ، لان طبعا انتوا عارفين السبانخ بتجيب الميه اللي فيها اساسا، فهي هتنزل برضو كل كميه الميه اللي فيها في الحله. وزي ما قلت لكم انا ما عملتش السبانخ كلها، هي كانت كتيره. بعد ما خرطتها شلنا كيس في الفريزر وعملنا كيس. عشان عندنا مش كله بياكلها يعني. يعني انا وماما بس يعتبر اللي بناكلها، فما كترناش يعني. هي كانت حديدين الكميه احنا. كانت الكميه حديدين صح. كانت الكميه كانت كبيره وفي بقى ناس علينا. بتحط رز برضه على السبانخ، في برضه بيحطوا برضه فريك، في بيحطوا هنا ماما حطت حمص حبه. طبيخ يعني اي حاجة. لا هي انتوا بعتقد، بصي هي لا، بالرز في ناس بتبقى احلى. بتعملها حسب ما لا ما عايزة. تبقاش حلوه، هي بالرز بتبقى احلى. وعلى فكره ممكن تعملها من غير رز في خالص. بلاد بقى بتعملها بحمص طبيخ. وفي ممكن على فكره ما تعملهاش من غير رز، مادام هي اصلا جنبها وفي رز ناس ممكن تقولك اللي تسيبيها بقى كده. تغمسي بس نحط على الرز، لا تعملي بالظبط. متحطيش رز. هنا بقى الباميه هنا كنت خرطتها بقى طرنشات كده. ماما هي برضو اللي كانت هنا، هي اللي كانت مخرطاها. ومعاها بقى قرن شطه احمر، قصدي اخضر. وهنا بقى ده السبانخ هنا بقى كان هدينا عليها البوتاجاز، جابت بقى كل المية اللي فيها. وده بقى كان الرز هنا بقى خلاص دخل ايه يعني، يعتبر كان نص سوا كده. هنسيبه بقى يبرد ونحشي الفراخ. وهنا هجيب طاسة فيها حبة توم وفيها قطعة سمنة، وهبدأ بقى ان انا اعمل الطشة بتاعة السبانخ بعد ما استوت. هنقلب بس كده التوم لحد ما يصفر بس كده، ما تسيبوش يغمق منك، اديله بس كده يعني ياخد كده لون اصفر كده خفيف. وبعد كده بقى هنحطه على السبانخ. يا جميلة، طعمها جميل جدا وتحفة والله. تحطي بقى هنا كمان عليها حبة كزبرة ناشفة. تبقى ريحتها جميلة. مم. دي خطوة حلوة قوي، بعملها كمان في الملوخية، بتبقى جميلة ان انت تحطي الكزبرة الناشفة في التوم. بتبقى حلوة جدا يعني. هنقلبها بقى كده خلاص، كده بقى قربت خلاص تاخد لون. هنبدأ بقى ان احنا ننزل بيها على السبانخ. في ناس على فكرة ما بيحبوش يطشوا السبانخ توم، بيحطوا في التوم بيحطها مع في ناس، البصلاية لا في اه. ناس شفت ناس بيحمروا التوم الاول مم. وينزلوا بيه على الصلصة وبعد وفي كده الملوخية السبانخ، لقيت على ناس حسب برضو بقى. بيعملوا كده اه. يعني كل واحد وراحته مم. بقى. الاكل ده راحات. شفتوا ما شاء الله، قلت لكم ما تغمقوش التومه وانا غمقتها. يعني ما شاء الله بديكم النصيحه وعملت كانت عكسها. عندنا ماما بقى الله يرحمها، نور قبرها كده ان شاء الله. هي كانت بتحب اوي السمانك ديت تعملها على بيض. في ناس كانوا تعمل لسه بيض بيقولوا. بالزبدة وتحط امم عليها ايه حبة بيقولوا لما السبانخ. بتبات كانت بيعملوا كده، تحفة. بس بصراحه يعني اختراع لا مش عارفه يعني. جربناها انا ما والله كانت جربتش جميلة، بصراحه، ما كنت باكلها مع اكلتهاش. والدتي وكده كانت جميلة. هنا بقى كده السبانخ خلصت بقى كده معانا. هنركنها بقى ونبدأ بقى نحشي الفراخ. هنا بقى كانت ماما هي بقى اللي بتحشي معاكم الفراخ اهي. شلنا طبعا البصل اللي كنا حاطينه في قلب الفراخ عشان ما يبقاش باين في الرز قوي، بس يبقى طعمها لأن مش. الرز فيه بصل أساسا. معلش بس ده بصل مستوي، أيوة. فانا قلت لا هنشيل البصل بقى من قلبها. وهنبدأ بقى ان احنا وما ايه. نحاولش بقى نكتمها أوي يعني اه عشان ماما تستوي هنا كانت كويس. بتزق الرز لجوه، عشان هي مش يعني مش هتحط من ناحية الراس، بتحاول يعني هتزق الرز للآخر. الرز بصراحة كان طعمه حلو قوي بصراحة، يعني كان طعمه جميل. احنا اللي اتبقى منه بصراحة سويناه وكلناه. هنا بقى ماما بتحاول ان هي تفتح الجلد بتاع الفرخة. وهتبدأ بقى انها تحشي بقى بين الوراك. ما تكتريش الرز عشان الفراخ ما تفرقعش،
يعني هي بتحط حاجات بسيطة كده، ولو لقت مثلا بيبقى فيه زيادة بنشيل بقى في الاخر من الكمية دي، لان الفراخ دي زي ما قلتلكوا دي مش فراخ بلدي، دي فراخ بيضة عادية. فهي طبعا لو اتهرت معاكي او لو الرز فيها كتير هتفرقع، وهيبقى شكل الفرخة من بره مش حلو يعني. وكانت جميلة والله، يعني مش زي البلدي، بس كانت جميلة يعني، هي توفير بصراحة بتبقى برضو. جميلة، وفعلا اه، اوفر فراخ البلدي انتوا غالية. عارفين بقى الحاجة غالية بقى اليومين دول وكده، فدي كانت حلوة برضو. انتي لما تحبي تحشي فراخ والفراخ البلدي غالية تقدري تجيبي فراخ بيضة صغيرة وتحشيها عادي يعني. هنا بقى ماما طبعا قالت لي انت سايبه الرقبه في الفرخه اللي هتحشيها بيها. حاولنا طبعا هنا في الفرخه دي ان احنا ننزل الرز، بس بعد كده شيلنا الرقبه بالراس. كان الراجل سايبها لي لما قلت له ان انا هحشيها، فلقيته سايب لي الراس في الرقبه. شلناها بقى بعد كده، وحماما بقى حشت بقى مكان الرقبه، وهتحشي بقى الفرخه التانية برضو، هنشيل البصل من جواها وهنحشيها بقى. وده بقى شكل الفراخ هنا بقى بعد ايه، بعد ما تحشو. دي بقى الجلدة بتاعت الرقبة بعد ما حشيناها سيبناها كده. كله ده بقى لما يتحط في الحلة هيلم بقى مع بعضه. وهي ما شاء الله ما نزلتش بصراحة رز في الشوربة، وكانت الشوربة بتاعتها كانت رايقة وكانت جميلة جدا بصراحة. هنا بقى جبت جزراية وقطاية وبصلاية وفلفل ورق لورا، وهبدأ بقى ان انا نزلت بيهم في الشوربة بعد المية ما غليت، وهنزل بقى بالفراخ. ودايما تنزلي بقى تخلي الوش فوق والظهر تحت، انا ما عملتش كده، عشان هي ماما قالت لي ما اعدلي بقى، يتفرقعش. وهتقولي اللي انت عاملاه ده اعمليهم خلف خلاف، بس بصراحه انا ما عرفتش مم. اعدلهم بعد ما نزلوا الحله. حاولت بعد كده. ايوه، ما بعد كده حاولت بقى. هنا بقى كانت الفراخ دخلت بقى هنا في السوا، يعني هنا بقى جربت كده احط فيها الشوكه، لقيتها بقى كانت خلاص بقى داخله. طبعا معلش البخار كان طالع على التليفون. هنا بقى الفراخ خلاص بقى كده كانت استوت، هنبدأ بقى ان احنا نحمرها، بس قبل ما نحمرها هنعمل الويكة الاول. جيت اخدت شوية شوربة من بتاعة الفراخ صفيتهم، وحطيت بقى فيهم البامية، وهعصر بقى عليهم ليمونتين. طبعا عايزة تعصري ليمونة براحتك، بس انا بحب عصير الليمون في البامية الويكا، بحب المزازة بتاعته يعني. وكمان عشان المادة اللزجة بتاعة البامية ما تبقاش زهرة يعني فيها وكده. انا بقى هعصر بقى الليمون، وهسيبها بقى ايه تستوي بقى على النار لحد ما تتهري، وتبقى القطع المدورة دي تبقى ايه يعني تبقى مهرية كده. بنعملها بالشوكة بقى ولا في ناس المضرب؟ بيضربوها في اه، لا الخلاط، في لا ناس لا لا. بيعملوها بالمضرب، براحتك يعني، كل مم. واحد حر يعني. زي ما وفي لو عندك هاند بلندر وعايزاها ناعمة خالص بصي براحتك. ولا عايزة ناعمة خالص، اه. هنا ما في ناس بيضربوها في الخلاط بدل الهاند بلندر، فكل واحد هي يعني ليها كذا وراحته. طريقة تعمل امم بيها. هنا بقى انا كنت هنا بقى خلاص استوت، جبت بقى المضرب، وهبدأ بقى ان انا ايه يعني اضربها كده ضربة خفيفة، لان انا كنت عايزاها قطع، كنت عايزة القطع اللي فيها تكون باينة. هنا بقى اهي بدأت بقى تغلي، هبدأ انا بقى اجهز التوم بتاع البامية. برضو هنا انا جبت برضو قطعة سمنة وبرضو حبة توم، وهبدأ بقى مفروم طبعا، وبدأت بقى ان انا ايه اشوح بقى التوم هنا. بس هنا بقى الخطوة اللي انا هعملها غير السبانخ، ان انا هنا هحط كزبرة خضراء مش كزبرة ناشفة. خدت حبة كزبرة كده، يعني خرطتهم حبة يعني حبة صغيرين قطع صغيرة، وهنزل بقى فيها على التوم. طبعا بس بعد التوم ما يتشوح شوية عشان يعني ما يتحمرش معاه. هنا التوم كان خلاص هنا قرب ان هو يحمر. هنزل بقى هنا بحبة بقى كزبرة، وهقلبهم بقى كده في قلب التومة. ولو حابة بقى عندك شطيطة وهتحطي سنة برضه يبقى حلو قوي، بس انا ما جاتش في بالي الفكرة دي اللي انا بتفرج بس على طلع الفيديو. الخضرة كانت مخليه ريحتها جميلة يعني. هنا بقى كده احمر بقى كده كله، والخضرة دبلت، هنزل بقى بيها على على البامية. هنا بقى طبعا البامية دي تغيير عن المصلصة وتغيير عن الملوخية، لو انت حابة يعني ايه تغيري بقى وعندك شوربة وعايزة تعملي عليها حاجة. دي البامية الويكا دي مشهورة جدا عند يعني بتوع الصعيد وكده. هي بصراحة بتبقى خفيفة وبيبقى طعمها جميل جدا يعني. وكده بقى يعتبر كده انا خلصت كده البامية الويكا، وعملنا السبانخ والفراخ. كده ماما كمان كانت هتحمرها، يعني كانت بتحمرها وانا بعمل الاكل. وهنا بقى عملت شوية رز سقيناهم ببقية الشوربة بتاعة الفراخ،
وده بقى كان الشكل النهائي للاكل بتاعنا. هنا الفراخ بعد ما اتحمرت، وهنا السبانخ، وهنا الويكة. طبعا انا جرفتلكوا عينة عشان الرخامة كانت صغيرة. وهنا ده المخلل اللفت اللي انا نزلته لكم على القناة، ده بعد تالت يوم تخليل. ما شاء الله احمر جامد. يا رب بقى الفيديو يعجبكم، لو عجبكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وشكرا لكم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.